حلقة اليوم هو عن طائر المقنع. نبديها بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صوت فاقة المقنع، وحلقة يعني تخص فاقة المقنع وكيفية التكاثر بالمحميات، خاصة أجواء العراق. وكيفية التكاثر هذا الطائر شوية صعب التبذير. ليش؟ لأن هذا الفاخذ يأمن المكان. هسه عندي ذني بزر الحمد لله وشكر. هذا لما أمن المكان واستقر على الوضع، يعني أمن على الوضع، أخذ على الوضع هذا يعني نصيحة. هذا خاف الطائر من البلابل، خاصة البلابل، لأن هو يعطي شبه للبلابل. هذا السبب البلبل دائما تلقاه يركض وراه، إلا يعني أكو حالات خاصة أكو بهن لا، طبيعي يعيش وياه، قلنا حسب الأصول. بس يعني يختلف مرات بشغلات بسيطة عن البلابل، إلا يأمن المكان وياه. عندك هذا الفاخت الملكي، صوت فاخت الملكي. هذا الفاخت الملكي يعني سهل التبذير، وطبيعي يأمن المكان في أول يوم. يختلف عن الفاخت المقنع. المقنع يعني شوية صعب، يعني يأمن ياخذ المكان، يعني نفس الحمام السكسوني، لازم يأمن المكان وبعدين يبدي يبزر. الحمد لله هذا فاخت المقنع نفس الحالة. أما الملكي لا، يختلف عنه، لأنه هو ما يأمن المكان، دائما يعني يستقر بمكانه ومتعلق على المحميات. يختلف عن الفاخت المقنع، يعني راد له فترة حتى ياخذ على المحميات ويأمن المكان اللي يستقر. يعني هسه أنا الحمد لله بزر عندي نفس ما شفتوا بالفيديو، أمن وبعدين بزر. تحياتي لكم يا جاسوس.